السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطاجين اللي المغاربه كلهم كيديروه، اللي هو طاجين ديال الكفته بالمطيشه والبيض. هاد الطاجين كيعتمدوه المغاربه بزاف ملي كيكونوا يعني ما عندهمش الوقت، دائما كيفكروا في المطيشه والكفته. غادي نوريكم واحد الطريقه اللي هي ساهله دغيا كتوجدوه بها، يعني ما كتقطعوا لا مطيشه لا والو، كتنقيوها بهذه الطريقه، يعني تكون مطيشه منقيه وتكون طيبه، ما تكونش ديك القاصحه باش ما تكونش حامضه. كنقطع دويورات بحال هكا بالزريعه ديالها، كندير عليها فصوص ديال الثوم، ليكم الاختيار كل واحد شحال كيبغي. كاين اللي ما كيبغيش الثومه بزاف، وكاين اللي كيبغي الثومه تكون يعني شويه زايده. بالنسبه لي انايا غادي فصوص ديال الثوم، غادي نقطعهم بحال هكا على جوج باش دغيا يطيبوا ليا، وكنرميهم على ديك المطيشه، وكندير زيت الزيتون عليهم، وكنسد عليهم حتى كتطلق ليا ديك المطيشه. يعني كنمشي ندير حاجه اخرى بين ما كنصاوب الكفته، ندير لها التوابل ديالها بين ما طلقات ليا مطيشه. بالنسبه للمطيشه الا كانت عندكم في الثلاجه كتكون شويه قاصحه وكتكون بحال بارده، ما كتقدروش انكم يعني تنقيوها بسهوله. كناخذ واحد الكاسرونه هي الاولى، كندير فيها الماء، وكناخذ المطيشه ديالي وكندير ليها واحد العلامه ديال زائد من الفوق بحال هكا، ما كنوصلهاش لتحت، ولكن المهم كنضرب ديك القشره ديالها، ومن بعد كنشدها كنديرها في الكاسرونه، ما فيها لا ملح لا حتى شي حاجه، يعني كاسرونه فيها غير الماء العادي. كندير المطيشه ديالي وكنخليها تسلق واحد 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق، مهم غير بين ما درت شي حاجه اخرى اللي انايا غادي نحتاجها صافي. وكنجي كنلقاها صافي راه بدات كتغلى، كنحيدها من الكاسرونه وكنقشرها بكل سهوله. كان ما عندكمش الوقت كديروها في الماء بارد، يعني ما ديروا فيه لي كلاصون الثلج، وكديروا ترميو فيه مباشره من الكاسرونه السخونه للثلج. كان عندكم الوقت راه كتخليوها حتى تبرد واحد شويه، وكتنقيوها وتقطعوها دواور كما بغيتو. هنا الطاجين ديالي بعد ما عريت عليه لقيته صافي المطيشه طابت وطلقات الماء ديالها. هنا راه ما زدت لا ماء لا والو، يعني هذا غير الماء ديال المطيشه. بعد ما زديت الطاجين هذاك البخار والماء اللي في المطيشه هو يتطلق صافي. كنمعسها مزيان، كلشي طاب، الثومه طابت، المطيشه طابت. ومن الاحسن احسن طاجين ديال الكفته ان مطيشه تكون طيبه هي الاولى، عاد كنزيدو عليها الكفته. من بعد غادي نزيدو التوابل اللي عندنا. عندي التحميره شويه زايده بحال معلقه كبيره، وعندي شويه ديال البزار، وعندي الملحه. الكمون ما كنديروش بتاتا في المرق ديال المطيشه، لان الكمون عنده واحد المذاق مجهد بزاف وما كيجيش زوين. اللي كيبغي حتى الاخير عادي يديرو، اما دابا في المطيشه لا كيطلق واحد المروره. ومن بعد كنزيد شويه ديال القزبر ومعدنوس، وكنبقى كنحرك في لاصوص ديالي غير تغلي واحد شويه، ومن بعد ندوزو للمرحله الاخرى. كناخد الكفته اللي خلطتها بشويه ديال الملحه، شويه البزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال القرفه، يعني راس معلقه ديال القرفه كتجي زوين المذاق ديال القرفه فيه، شويه الملحه، قزبر معدنوس، وشويه ديال البصله مشلضه، يعني واحد البصيله صغيره مشلضه رقيقه. ما كنديرش الكمون لان الكمون كيبدل المذاق تماما. كنشوف الناس كيديروا الكمون في الكفته، ولكن راه ما كيجيش، كيجي المذاق ديال الكمون غالب. صافي من بعد كنستفها بهذه الطريقه. من بعد كندير واحد شويه ديال لي طوماط سيريز، كنقطعهم على النص وكنزوق بهم، يعني غير باش يعطيو لي اللون، باش ما يبقاش اللون بحال هكا باهت. وكندير واحد الفلفله خضراء الوسط غير على قبل اللون. وهنا كيف ما كتشوفوا صافي راه كملت الطاجين ديالي. غادي نغطيه يطيب على خاطرو على نار مهيله، يعني ما نزيدوش ليه العافيه حتى كيطيب مزيان وكيتعسل وما كيبقاش فيه المرق ديالو بزاف. يعني راه كيف ما كتعرفوا المطيشه كتطلق الماء ديالها والكفته حتى هي صافي. بعد ما كيطيب كناخذ واحد 2 بيضات ولا 3، المهم على حسب كل واحد شحال كيبغي. كنحركهم نطربهم وكنخويهم في الجناب ديال الطاجين
صافي وكنكونوا كملنا الطاجين ديالنا بطريقه ساهله بلا ما كنبقاو نقطعوا مطيشه صغيره ولا المهم بطريقه ساهله. المهم هذه هي الطريقه المعتمده عندي كنديرها دائما، كتجيني ساهله في التحضير وبصحه وراحه.